بلا مقدمات، بدون ما زيد واعيد. ميدم دياي يعني غدا العيد. في الجدر في ماي فاتر انزل دياي في الجدر واشيل الزنخه منه، وبعدين احط عليه البهارات اللي هي ملح وفلفل اسود وكركم وليمون اسود وبزار وكمون وكزبره. بصلتين مقطعين ارباع، حبه فليفله مقطعه، كزبره وشبنت، بهارات صحيحه، حبتين ليمون اسود، 3 حبات طماط مبشوره. ومن ينضج دياي نشيله من الجدر، وانزل العيش المغسول المنقوع في ماي السلق، ومن الدشبيوت نحطه على نار شامعه لمده 25 دقيقه. حق الحشو حطيت كميه بصل رايح بالجدر بدون زيت، ومن تلصق حط عليها شويه ماي وشوي من ماي سلق الدياي، ومن يصير لونه بني تحط عليه شويه زيت والبهارات، ملح وفلفل اسود ليمون اسود وهيل دورسين ومنقوع ماي الورد والزعفران. فوقه حطينا النخي المسلوق وبطاطس مقليه او مسلوقه. حق تتبيلة الدياي خذيت شوي من ماي السلق ونمرد فيه ليمونه مع نص ملعقة صلصة طماط وزيت زيتون ومنقوع ماي الورد والزعفران، وندهن فيه الدياي وندخله الفرن يتحمر. ضفت له البيض المسلوق، وهي شكل النهائي عقب ما جهز، وعلينا وعلى عيونكم بالعافية.